كل مرة بفكر إن إزاي طموحي وأحلامي بدأوا يختفوا بالتدريج أو اختفوا أصلا، وكأن في شيء غريب بيحركهم ويزعزعهم من مكانه، شيء مش قادر أوصفه أو قادر أوضح إيه هو. كل حاجة بتبدأ تتغير، بنسى مع الوقت أنا كنت عايز إيه، وبالتدريج بتبدأ توصل لحالة اسمها فقدان الهوية، حاجة مش بتفهم معناها إلا لما تبحث عنها أو لما بتسمع عنها. أنا فاكر وأنا صغير كنت بتمنى أكون حاجة تانية خالص، كان عندي أحلام غريبة وطموح. مع الوقت كل الأحلام دي أصبحت شيء أهبل قوي، وإزاي كنت بفكر في الحاجة دي أصلا، وإزاي بعقلي ده قدرت أتصور إن حاجة زي كده ممكن تحصل. المنطق ما كانش موجود وقتها، ما كنتش بفكر فيه من الأساس ولا أعرف معناه حتى، اللي ما كانش بيشغلني. كل اللي كان بيهمني وقتها إن الشيء اللي هيحصل ده هيخليني سعيد جدا، فليه ما يحصلش؟ في لحظات بتعدي عليا وبشوف ناس بتتقوى وبتزعل على الماضي، بينمو جوايا جزء جادجمنتال كده، وبقول ليه الناس دي بتعمل كده؟ ليه ممكن الإنسان يعلق حياته كلها على حدث أو شعور؟ ولكن اكتشفت إن أنا كمان بعمل كده، كلنا بنعمل كده. لما بتفرج على حاجة لإنجمار بيرجمان أو لأندريا تاركوفسكي أو مشهد مصحوب بتراك حزين، I guess I'm afraid. ببقى عارف إن أنا هخرج من التجربة دي مكتئب، واحتمال كبير أبقى حزين جدا. وده مش معناه إن أنا مزوخي أو بحب إن أنا أعذب نفسي، ولكن هو مجرد إثبات إن ده طبيعي، وإن في ناس سواء حقيقية أو من خيال المؤلف موجودة وعندها نفس الشعور اللي بحس بيه، وكأن الفن هو فعلا وليد اللحظات الحزينة والمؤلمة اللي في حياتنا. وحديثا عن الأعمال الفنية العظيمة، خليني أكلمكم عن أحسن فيلم شفته السنة دي لحد دلوقتي، 6 أيام، عن 2 بيحبوا بعض من أيام ثانوي تقريبا، يوسف وعليا. الطفلين اللي من بداية ما ظهروا وانت عارف انهم مقدرين جدا لبعض، حياتهم لازم تستمر كأغلب الحاجات اللي بنشوفها في بداية الأفلام، الحاجات الكليشيه اللي بنلاقيها دايما. ولكن هنا بيحصل العكس تماما، وهو إنه كل واحد منهم بيروح في طريق غير التاني، وبتمر 7 سنين ويشاء القدر يتجمعوا تاني صدفة بعد ما كل واحد اتغير واتفرض على حياته نمط جديد هي أو هو ولسه مش مستوعبه، وبتنتعش عندهم ذكرياتهم اللي فاتت، وبيتفقوا في نهاية اليوم إنهم يتقابلوا تاني كل سنة في نفس اليوم، زي النهاردة 19 ديسمبر. حتى لو الظروف ما تسمحش لازم يتقابلوا يحكوا لبعض حياتهم بقت عاملة ازاي لحظتها. يوسف شخصية في البداية انطوائية وروتينية جدا، ودخل حاليا كلية الطب، وفي اليوم التاني ده حكى لعالية انه مش ده اللي هو عايزه، لكن ده اللي ابوه عايزه. هو بيعيش حلم ابوه اللي معرفش يحققه، كعادة اغلب الاباء حاليا، مستمر حياته الروتينية لحد ما ظهرت عالية مرة تانية في حياته، وكانت بتخرجه من عزلته والانطوائية اللي كان فيها. وفي لحظة ما كانوا بيقربوا من بعض تاني وبيبدأ تتحقق فعلا نظرتنا الأولى إنهم مقدرين لبعض، بيبعدوا عن بعض وكأن مفيش حاجة حصلت، محدش بيقول حاجة. اللي كتف عالية وقتها إنها تتكلم وتقول اللي جواها، إحساسها إنها في مكانة اجتماعية بعيدة عن يوسف. هو دلوقتي دكتور وهي شغالة في مطعم، وبيستمر الاتفاق وبيتقابلوا من جديد، لكن ما بين كل يوم والتاني سنين وحكايات. ده فيلم عن الحزن اللي انت مش شايفه، وعن نفسك لما تكبر وتسترجع ذكريات الماضي وتبدأ تلاحظ علامات الحزن ده، الخوف من اللي جاي، وده بيمنعك تستمتع بدلوقتي، أو خوفك من دلوقتي عشان عارف ايه هو اللي جاي. المبدئين متعانقين وبيتفقوا عليك في انك تبقى مش قادر تتحرك أصلا. الحالة اللي عشتها في الفيلم هنا آخر مرة عدت عليا كانت في فيلم باست لايفز، ومن قبله لا لا لاند. نفس مشاعري مع ميا وسباستيان ونورا وهاي سونج كانت متواجدة برضو مع يوسف وعليا. نورا حبت هاي سونج فعلا، لكن مع ذلك نورا شخصية مش عارفة هي عايزة ايه، او هي عارفة بس مع الوقت طموحها بيقل وبيبدأ يختفي، زي معظمنا كده. احنا كلنا تقريبا مع الوقت والروتين والتغيرات اللي بتحصل في حياتنا طموحنا بيقل، مش بس طموحنا بيقل، ده كمان بيختفي. كل اللي هي كانت عايزة تعمله ما بقتش عايزاه. في البداية كان عندها شيء معين هي عايزاه، ولكن دلوقتي هي اصلا مش فاكرة ومكملة مشوارها عادي جدا، وقررت عدم التعلق بالماضي رغم تواجد الحب. وفي لالا لاند ميا وسباستيان حبوا بعض فعلا، لكن ده اللي ظهر لنا، لكن في الواقع انهم مش لايقين على بعض. وبالفعل قالوا كده في اغنية في الفيلم. ميا وسباستيان ما حبوش بعض، ولكن حبوا طموح بعض. سباستيان متيم بالجاز ونفسه يفتح ناديه الخاص ويتعزف فيه بيور جاز بس، وميا متعلقة بالفن والتمثيل ونفسها تبقى ممثلة مشهورة. كل واحد عنده هدف مختلف بيسعاله، فكان لازم الطرق تختلف. الفيلم ما كانش عن علاقات الحب أو الرومانسية المثالية والنهايات الكليشيه، الفيلم عن تحقيق الأحلام وشغفك في تحقيقها، وده اللي وصلوا ليه في الآخر. ويوسف وعليا حبوا بعض، ولكن زي ما قالت عالية ليوسف، كل واحد فينا بيشوف الدنيا بعينه هو، لما فجأة بنشوفها بعينين بعض بنتخض.
أوقات كتير كنا بنحس إن شخصياتنا لما بيتقابلوا متغيرة جدا وبنستغرب، ونفس الاستغراب ده بنشوفه في عيون كل واحد فيهم وهو بيبص على التاني في الوقت اللي فيه كل واحد فيهم مش حاسس بالتغيير اللي طرأ عليه. وبنتفاجئ إحنا كمشاهدين زي الشخصية بالظبط لما نعرف إيه اللي حصل في كل السنين دي وعملت إيه فينا السنين. السنين بتغيرنا إحنا لكن ما بتغيرش نظرتنا لبعض. يوسف بالنسبة لعالية وعالية بالنسبة ليوسف هيفضلوا واحد. هتفضل صورتهم وهم طالعين من المدرسة ورايحين السينما في عيون بعض. هتفضل صورتهم هم بيدوروا على تليفون بزراير عشان يعرفوا يكلموا بعض في عيون بعض. ممكن الإنسان نفسه يتغير لكن الروح اللي قابلتها من زمان قوي هتفضل هي الروح اللي قابلتها بعد عمر كامل. ربنا مش رايد، القدر مش موافق، الكون مش سامح. مش لازم كل قصة في الدنيا يكون ليها ريزوليوشن. الدنيا في الحقيقة عمرها ما بتمشي كده. احنا لا شخصيات في قصة ولا ممثلين في فيلم. ساعات ربك مش بيكون رايد، ساعات الظروف مش بتسمح، ساعات الأرواح مش بتتلاقى. وقيس على كده حاجات كتير. 6 أيام هو فيلم عن حياة 2 صحاب، أو خلينا أقول 6 أيام من 2006 ل 2024. من أول حب الطفولة والقصص الرومانسية للحظات مصيرية إحنا بنختارها ممكن تغير شكل حياتنا بالكامل. بالتأكيد إحنا ما عشناش نفس ظروف قصة يوسف وعليا، لكن على الأقل عشت جزء منها أو تقدر ترفلكت على حد تعرفه أو قريب منك. مشهد النهاية في ال3 أفلام ما اختلفش كتير عن بعض. في باست لايفز مشهد النهاية قد يبدو صامت، الكلام فيه قليل جدا. لحظة إدراك إنك فقدت حاجات كتيرة قوي بسبب اختياراتك وبسبب حاجات إنت مش قادر تعبر عنها. لحظة إدراك إن الشخص الوحيد المقدر ليك في الحياة دي إنه يبقى شريك حياتك ما ينفعش يكمل معاك. لحظة إدراك إن ده هو الواقع. الفيلم ده لمسني جدا وتعلقوا بيه بسبب إنه عبر عني فعلا. ولحظات كتيرة وأنا بتفرج حسيت إن ده أنا، شخص بيحاول يتعايش مع ذكرياته ويقنع نفسه بإن اختياره هو الصح ويحاول يموف أون مع الذكريات دي، ولكن للأسف أنا لسه هناك. وفي لالا لاند بيتعزف أكتر تراك بحبه، التراك اللي بدأت عنده حكاية الحب وعلاقتهم، مشاركتهم لأحلامهم مع بعض. التراك بيوصف كل حاجة حرفيا وبيعبر عنها كأنها جمل حوارية على لسانهم، وجمل حوارية لينا احنا. وزي ما بدأ الحكاية هو كمان اللي نهاها، واللي عنده بنصحى من الحلم الجميل. في تسلسل النهاية بيتعزف، ولكن المرة دي بنسخته الأكتر حزنا. كل مرة بشوف المشهد بالتراك ده ببقى مش عارف ايه اللي بيحصل جوايا. مشاعر مختلطة، لكن الشعور الطاغي هو الحزن على كل شيء. النظرة في البداية كانت لوم وحزن وأسى على كل شيء مؤلم في الحياة، ولكن تدريجيا اتحولت نظرة الحزن دي لنظرة رضا بأن ده هو الواقع. رضا بأن بعد معاناة كبيرة أحلامهم اتحققت فعلا، وأن الحياة مش هتقف سواء كانوا مع بعض أو مش مع بعض. وهي دي طبيعة الأشياء، كل حاجة هتفضل ماشية وانت كمان هتفضل تمشي، إلا لو انت قررت انك تقف. وفي 6 أيام الأمل كان موجود رغم كم العوائق اللي قابلتهم. وبالعكس يوسف كان غلطان في اللي قاله في اليوم السادس. ربنا رايد، القدر موافق، الكون سامح، لكن احنا اللي مش عايزين. وفي جوانا كلام كتير لكن عمره ما اتقال، ومستنيين اللحظة المناسبة وفاكرين ان مفيش حاجة بتتغير، لكن حرفيا كل حاجة اتغيرت. والحقيقة ان اللحظة المناسبة دي احتمال تتأخر قوي واحتمال ما تجيش. فحاول ما تتأخرش، لان غالبا مفيش يوم سابع.